بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيل، سأذكر نفسي وإخواني بهذه القضية التي تمسنا نحن في المغرب الأقصى كما تمس أي مسلم واقع تحت هذا الظلم وتحت هذا الاضطهاد. يقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. بالأمس كنتم أنتم الإيغور سادة تلك المنطقة وسادة العالم في ذلك القطر، واليوم دالت الدوائل، فلا سبيل للرجوع إلى ذلك العصر إلا بالعودة إلى ما كنتم عليه من التمسك بالدين. صلاتك اليوم أيها الإيغوري يجب أن لا تكون كصلاتك أمس، لأنك محتاج كما أنا محتاج، كما الأمة الإسلامية محتاجة كلها إلى تحقيق هذا الشرط: إن تنصروا الله ينصركم. لا نقبل اليوم أي خلاف بيننا، يجب أن نتجاوز كل ما يفسد هذا الصف الذي يحبه الله تعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنكم بنيان مرصوص. المسلم في هذه الحياة له حالتان. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا قدركم أيها المسلمون، إما أنكم تقتلون وإما أنكم تقتلون، إما أن تأخذوا بأسباب النصر وأسباب القوة، وإلا فإن هؤلاء الكفار يودون وسيظلون يودون ذلك. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وها هم يميلون وسوف يميلون وسوف يستمرون في هذا الميلان حتى تستيقظ أمة الإسلام وتعود إلى مجدها وعزها وتأخذ بأسباب القوة وأسباب الجهاد. الجهاد هو عقيدة قبل أن يكون سلاحا. الجهاد هو اعتلاء بالنفس واعتزاز بنصرة الله عز وجل وشعور بأن الله معك، وإذا كان الله معك فلن يهزمك أحد. أشكركم جميعا وأشكر المنظمين وأسأل الله عز وجل أن